زي ما قلنا من الصبح لسه السيارة نفسها لسه مرحلة التنقيب عن السيارة لسه قائمة. نعم. لسه ما نعرفش الجثة بتاعة السيارة نفسها موجودة فين. ولكن حتى الآن اللي واضح إن الطيارة كانت طايرة واختفت من على الرادار على ارتفاع 37,000 قدم، وده ارتفاع كبير جدا. فأيا كان السبب اللي خلى الطيارة تنزل، كون إنها تنزل بسرعة عالية من هذا الارتفاع، فده يعني إلى ماذا يؤشر يعني نزولها من هذا الارتفاع مهندس حسام؟ غالبا حاجة من الاثنين، يا إما يكون في سبب فني في أجهزة الرادار خلى الطيارة ما تبانش على الرادار، والطيارة في الآخر نزلت على المية، يا إما الحاجة الثانية إن تكون يعني ده اللي احنا بنأمله. يعني هو ادام لغايه دلوقتي ما لقيناش طياره، فاحنا بنأمل تماما ان الطياره تكون نزلت على الميه، لان لو الطياره نزلت على الميه احتمال كبير نلاقي ناجين، الناس موجوده ناجين. انما الاحتمال الثاني ان الطياره تكون نزلت من هذا الارتفاع بسرعه عاليه، ده غالبا لا قدر الله يعني ممكن يكون ولكن فقدانها كان فوق البحر المتوسط، فور دخولها المجال الجوي فوق البحر المتوسط، صحيح؟ صحيح. وحتى كان في ناس كتير في وكالات انباء كتير كانت بتتكلم ان الطياره كانت كان في اتصال بيها من السلطات اليونانيه. ده شيء طبيعي حضرتك، كل ما الطياره طايره كل ما تعدي مجال جوي السلطات المسؤوله عن هذا المجال الجوي بتتحادث مع الطيار. فطلعت من مطار شارل دي جول، عدت في الروت بتاعها ايا كان ازاي، وصلت اخر نقطه قبل ما تدخل المجال الجوي المصري، دخلت في المجال الجوي اليوناني. هم تعاملوا معاها، وبعد كده احنا استلمناها كمجال جوي مصري، احنا اللي تعاملنا معاها بعد كده، وبعد كده انقطع الاتصال واختفت من على الرادار. فما عندناش او مش هيكون عندنا معلومات صحيحه عن اللي حصل الا لما نلاقي الصناديق السوداء بتاعت الطياره. احنا بنأمل وبندعي ربنا، لان طبعا الناس كلها اخواتنا اللي كانوا موجودين على الطياره. اكيد طبعا يا رب. يعني بندعي ربنا ان يكون الاحتمال الاول، انا مش هديله اي نسب، مش هقول الاحتمال الاول نسبته قد ايه، لكن بندعي ربنا ان تكون الطياره نزلت على الميه وعملت ديتشنج ويبقى في ناجين. يعني لغايه اما نلاقي الحصان بتاع الطياره لا قدر الله، ما نقدرش نعمل اي حاجه غير ان احنا ندعي ربنا ان يكون الاحتمال الاول هو اللي حصل يعني. ان شاء الله يا رب. طب احتمال نزولها فوق يعني سطح مياه البحر الابيض المتوسط، هل هيسهل ايضا عمليات البحث عنها وبسهوله؟ بص حضرتك، هو احنا زي ما قلت بسيادتك، هو حاجه من الاثنين. لو كانت الطياره نزلت على سطح البحر نزول طبيعي، الطيار نزل تدريجيا والطياره اختفت من على الرادار لاي سبب من الاسباب، ونزلت تدريجيا لغايه ما لمس مستوى سطح البحر، غالبا هيكون الطياره سليم لما نزلت، وممكن تكون في ناجين، وبعد كده بعد ساعتين الطياره بتغرق. الاحتمال الاولاني ان تكون الطياره نزلت بسرعه عاليه من فوق، ساعتها الطياره هتتفكك في الجو، وساعتها لما هنيجي نبص على صور الطياره في الرادار، اذا كان في اي طيار، اذا كان في اي صور ساتلايت او رادار اخذت صوره للطياره وهي في الجو، غالبا هنلاقيها عباره عن اجزاء. يعني اذا كانت نزلت بسرعه عاليه جدا من فوق من 37,000 قدم، دي طبعا بتبقى يعني حاله مأساويه وكارثيه، لان طبعا وفرص العثور على الناجين في الحاله ديت ضئيله جدا. يعني في الحاله الثانيه دي احتماليه العثور على الناجين تبقى احتماليه يعني تقريبا منعدمه. يعني بنأمل ان شاء الله خير. طيب باشمهندس حسام، في الحالتين سواء سقطت فوق البحر بشكل سريع ام بشكل بطيء، ما فيش اي امكانيه لاصدار اي اشارات استغاثه من قبل طاقم الطائره؟ بص حضرتك، فقدنا الاتصال للأسف بالمهندس حسام الهامي خبير إدارة خطوط الطيران الجوي. شكرا جزيلا لك
على أي حال كنا معكم مشاهدينا الكرام وما زلنا في تغطية مباشرة على الهواء مباشرة بالطبع لمتابعة تداعيات اختفاء الطائرة المصرية التي أقلعت من مطار شارل دي جول في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولكن تم فقدان الاتصال بها أو يعني اختفائها من على شاشات الرادار، تحديدا عند النقطة أو عند ارتفاع 37 ألف قدم بعد دخولها المجال الجوي المصري فوق البحر الأبيض المتوسط ب10 أميال، وفق ما جاء في بيان رسمي لشركة مصر للطيران التي أفادت بأنها قامت من جانبها بإبلاغ جميع السلطات المختصة